لله. تعرف يا عم صابر، والله العظيم رغم ان انا كنت اتمنى ان هم يبقى نتيجتهم ايجابيه، لكن والله العظيم كنت واثق ان محدش هيديها دم غيري، ده طبعا من فضل ربنا. بس حصل ايه بس؟ فيكم ايه؟ انا مش عارف ايه يا عم صابر، حقيقي مش عارف. انا حاسس ان انا تايه، حاسس مش انا اللي نجحت بالتغيير، انا اللي ساعدت لها بالتغيير. هذا اللي من 30 سنه بحلم ببكره جديد، شمس طالعه بفجر ونور ساطع من غير غيوم. وفي لحظه الربيع اتقلب لخريف، واحنا ولادنا من غير ما نوصل بتحاول حبنا ضدها. ليه؟ ده انا اكتر واحد بيحبها، والله اكتر واحد بيحبها. انا تفكيري كان اسلوب جديد، دولة مدنية بعيد عن اي قيود دينية، بعيد عن قيود المساجد والكنائس. لكن للاسف برضه بيقولوا لي انا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ اكيد ماما، انا حاسس ان ماما ما تصدقهمش يا بلد، ما تصدقهمش. انا بحبك يا مصر، والله بحبك يا مصر، والله بحبك يا مصر. اكيد ماما يا شيخ، اكيد ماما يا زلمه. اهدى يا نبيل شويه، اهدى يا نبيل بالله عليك. بس كده النتيجة فعلا طلعت وحشة. حسن ادخل يا شيخ حسن. اتفضل يا شيخ حسن. والله العظيم يا شيخ، والله يا عم صابر انا عارف انك انت جاي عليا شويه، بس اقسم بالله انا كنت واثق ان حتى هتلاقي نفسي. يلا يا بنت الله يخليك. انا مش عارف ايه اللي حصل، حقيقي مش عارف يا عم صابر ايه اللي حصل. انا حاسس ان انا تايه. ازاي دي كمان طلع سلبيه؟ ازاي؟ ده انا يومين التحرير، انا نجحتها بالتغيير. 30 سنه بحلم ببكره جديد، شمس طالعه من غير غيوم. في لحظه بدأنا من ربيع للخريف، واحنا اولادها من غير ما نوصل بتحول حبنا ضدها. ازاي؟ انا انسب واحد ليها، انا احسن تفكير بالنسبه لها. انا كنت عايز اخليها دوله مدنيه، دوله ديمقراطيه بعيد عن قيود الكنائس والمساجد، حريه رأي، حريه تعبير. ازاي؟ ده انا بنحب فيها انا نكتب الديمقراطيه يا جماعه عشان تكون دوله مدنيه. وما قدرتش اخد دي بالسياسه ابدا. انا مش قادر افهم ازاي يقولوا لي ما ينفعش، ازاي يقولوا لي ما ينفعش. ما تصدقهمش يا مصر، ما تصدقهمش يا بلدي، اكيد في حاجه غلط. والله العظيم بحبك يا مصر، والله بحبك يا مصر. ازاي يقولوا ما ينفعش؟ صدقني انت قلت لك شيء، الحب مش محتاج كلام، الحب دايما بيبان في كل شيء بنعمله. اتفضل يا ابني، ربنا موجود وبيدي ايده بايدينا.